تنظر محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة اليوم ثاني جلسات إعادة محاكمة 11 متهما في قضية مجزرة بورسعيد. كانت أحكام غيابية قد صدرت مسبقا تراوحت بين المؤبد والسجن المشدد 15 عاما بحق المتهمين قبل أن يقوموا بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية وتحديد جلسة لإعادة إجراءات محاكمتهم أمام نفس الدائرة التي أصدرت أحكام القضية أوائل العام الجاري. احنا جايين النهارده لان في حكم 12 حكم غيابي، ودول في منهم مخرج سبيل لهم وفي منهم تم القبض عليهم. النهارده جلسه اعاده اجراءات. تعبت. قصاص على ورق، قصاص على ورق اتنفذ. لما يتنفذ يبقى ساعتها هطلع في الاعلام واقول الحكومه المصريه جابت حق ابني، لكن على مزاجه كل حاجه. وبقول ربنا بيخلص احسن من البندقيه والدبابه، ربنا اقوى من الكل، بيخلص اكتر من البندقيه والدبابه. احنا طالبين القصاص، مش طالبين حاجه ازيد من القصاص، ولا فلوس ولا مال الدنيا كله يكفينا. عايزين قصاص. اللي موتوا عيالنا كده يجيبوهم في ميدان عام كده ويموتوه.